السلام عليكم. مونديال بعنوان غيروا العقلية وديروا النية، راه الحاجة إن شاء الله مقضية. الله أكبر، المغرب إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم قطر. من يصدق هذا؟ هل نحن في حلم؟ تعجز الكلمات عن التعبير. أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور. المغرب ضمن الأربعة الكبار في العالم، والنهائي إن شاء الله في الانتظار. إنجاز يرتقي لمرحلة الإعجاز. منتخب بصيغة عالمية علموا الإسبان والبرتغال درسا لن ينسوه في التكتيك. عجزوا عن تفكيك شفرته، أثبتوا أنهم الرقم الصعب. بالفعل المغرب عروسة المونديال. هذا الجيل هو أعظم جيل في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية، من حيث الأداء الفردي والجماعي والقراءة الفنية، التخطيط وتسيير المباريات. هذا هو المغرب، فلا تستغرب. المغرب الذي أبقى العرب بقصة الطفل ريان، ها هو جاء وأسعد كل العرب في كأس العالم. حطم كل الأرقام والإحصائيات. فبونو أول حارس عربي وإفريقي يحافظ على نظافة شباكه لأربع مباريات في نسخة واحدة. والمنتخب العربي والإفريقي الذي لم يهزم في 5 مباريات في المونديال. قفزة نصيري هي أعلى قفزة في تاريخ كأس العالم، ونصيري كذلك هو هداف العرب. بونو هو اللاعب العربي والإفريقي الذي حصد جائزة أحسن لاعب في المباراة مرتين في مونديال واحد. أحسن خط دفاع في البطولة لحد الآن. والمغرب أيضا أحسن 3 فرق عندهم انضباط تكتيكي بعد كرواتيا وهولندا. كل هذا تحقق بفضل عزيمة وإرادة وقوة رجال كوليد الركراكي الذي حرم من كأس العالم وهو لاعب، ليصنع التاريخ وهو مدرب. ياسين بونو الحارس الأسطوري الذي تربع على عرش قلوب المغاربة والعرب، وهو أهم صناع هذا الحدث التاريخي. يوسف النصيري ظلم إعلاميا وجماهيريا لينصف عالميا، حلق عاليا في سماء قطر. مقاتل، لياقة بدنية عالية، الهداف التاريخي للأسود. سفيان بوفال مراوغ وفنان، نيمار العرب، تمريرات حاسمة، مراوغات متميزة، يتلاعب بالخصوم كيفما أراد. حكيم زياش مايسترو العرب، مكافح، لاعب مهاري بامتياز، ممرر عالمي وهداف. غانم سايس قائد المنتخب، الرجل المناسب في المكان المناسب، الثبات والرزانة، صخرة دفاع المنتخب. أشرف حكيمي من أفضل اللاعبين في العالم بسبب سرعته ومراوغاته وإبداعاته. سفيان المرابط أحد أفضل لاعبي خط الوسط في المونديال، القلب النابض للمنتخب، الحائط الحديدي يجمع بين الصلابة الدفاعية والقوة الهجومية. شكرا لكل منظومة المنتخب المغربي. شكرا لكم جميعا، لقد أسعدتمونا وشرفتمونا. من يثابر ويسعى جاهدا للفوز فلن يكون مصيره سوى التأهل والوصول لهذه الأدوار. الحمد لله تأهلنا، في نصف النهاية تربعنا، بدعوات الخير تابعنا، وبرضات الوالدين وصلنا، وأكيد الكل معانا إلى النهائي والكاس ديالنا. سيروا وربي معانا.